حسب رأيك من سيخاطب المواطنين ومن سيقنعهم بجدوى الاستفتاء؟ وهل تعتقد أن الأحزاب ستنصرف إلى هذه المهمة أم ستتلهى بحملاتها الانتخابية؟ تتلهى زي باهي تتلهى. الأحزاب ستتلهى. الأحزاب مهمتها المشاركة في الانتخابات ودورها الوطني خلينا نشوفوا جوابه هو ساعة قبل كل شيء. وبالتالي دورها القيام بالحملات الانتخابية، حق التونسي عليها باش تكون بحملات انتخابية. هو في المسألة هذه باش نجيك مدام مي مش تعاود تجاوبنا على السؤال. مدام مي يبدو لي وانه ما عجبتكش كلمة ستتلهى، خليني نقول لك ستنصرف، نبدلها ونقول لك هل انه ترون الأحزاب ستنصرف إلى حملتها الانتخابية أم ستنصرف إلى التوعية والتحسيس بمدى جدوى الاستفتاء في مثل هذه الظروف؟ بالكش عندنا زوز مفاهيم للحملات الانتخابية نواياك، لأني أنا ما نراش مهمتي في الحملة الانتخابية هي غير التوعية وغير التحسيس وغير الاقتراب من المواطن والاستماع إليه والاستماع إليه. هذيك مهمتي في الحياة، وهذيك مهمة السياسي في رأيي. والحملة الانتخابية ماهيش حاجة كرنفال وكهولاه، هي مضمون، والمضمون هو التحسيس وتأسيس أيضا وتأسيس علاقة أيضا. هو الأساسي تأسيس علاقة تشاركية بين المواطن والسياسي، حتى نسير في خريطة طريق وحتى نسير في قرارات تعود بالمصلحة على المواطن. هكذا نرى السياسة وهكذا نرى المناسبات السياسية بصفة عامة. وبالتالي نرى أنه موضوع الاستفتاء مطروح، وموضوع خريطة الطريق خلينا نوسعها أكثر. خريطة الطريق طبعا هو في خضم نقاشاتنا الآن، وأطرح أن يتوسع هذا النقاش حتى لأحزاب أخرى. أنا نقول أنه علاش احنا في حاجة إلى استفتاء؟ أعتقد أنه التوازن ديما نحكيو عليه بين السلطات نحن في حاجة ليه حتى في الفترة الانتقالية القادمة. نحن في حاجة إلى تأمين المسار الانتقالي القادم، لأنه مسار انتقالي مسار مؤقت أيضا وانتقالي. نحن في حاجة إلى توازن كل المتدخلين حتى نؤمن أنفسنا، نؤمن تونس ضد الاستبداد، استبداد أي طرف كان، ونؤمن أن نقدم بالعمل في تونس كما قلت من خلال حكومة يعينها، ربما يعينها المجلس التأسيسي، ولكن تشتغل بصفة ذاتية خصوصية، معناها تشتغل لخدمة البلاد وتكون تحت مراقبة المجلس التأسيسي. يمكن أن نظر في آليات، هذه ماهيش إشكال، ودورية للمحاسبة، ما تنجمش تكون محاسبة يومية لأنها باش تعطل العمل. وينصرف، باش نستعمل عبارتك، ينصرف المجلس التأسيسي لصياغة الدستور. أنا أعتقد أن هذايا برمته يمكن أن يشكل مسار أو خريطة طريق تؤمن الانتقال بسلام. هذا شيء يفترض يقول نور الدين العودة إلى الشعب. نعم، يفترض العودة إلى الشعب لأن الكلمة الأخيرة تعود للشعب، ولكن يفترض أيضا تمهيد بالتوعية اللي تحدثت عليها، ودور الأحزاب ودور الإعلام أيضا، ودور الحوارات والندوات وغيرها. ولكن أيضا يفترض درجة ما من التوافق السياسي، معناها مش الأحزاب الكل باش تتوافق، ولكن أن تلتقي الأحزاب بصفة مؤسساتية أو كل على حدة يعبر على هذه الرغبة، هو يمهد لذلك. وطبعا من بعد يجيب قرار أنه مرسوم، أو لست أدري بالتدقيق كيفاش، يوم الاقتراع يكون اقتراع بالاستفتاء على هذه النقطة، وأيضا الاقتراع. أنا أعتقد أنها مهمة مطروحة اليوم. أنا في رأيي فما 3 مراحل مرينا بهم بعد الثورة. فما مباشرة بعد 14 جانفي كان وضع غير مستقر، كانت الثورة عاشت ديناميكية تجذير، ما كانتش هي نفسها يوم 16 جانفي كما يوم 20 جانفي، عاشت مسار تجذير يطرح القطع ثم القطع ثم القطع مع الماضي، وأيضا الوضع الاجتماعي اللي كان متفجر. ثم مرحلة ثانية تفجرت، والعبارة ليست رشيقة، الأحزاب السياسية. أنا نحكيو هي معناها عنصر من عناصر الإيجابية في الحياة السياسية، كثرة الأحزاب ووجود الأحزاب، والجميع يريد أن يشارك، والجمعيات والنقاش السياسي العام. خليني نقول حتى التجاذب السياسي الذي أقلق المواطن وأدخل فيه البلبلة والغموض. الآن أعتقد واجبنا الوطني يتحدث عليه نور الدين هو أن ندخل مرحلة ثالثة قبل يوم الانتخاب وقبل الحملة الانتخابية بالمعنى القانوني للكلمة، هو النقاش في صلب خارطة الطريق وفي صلب الآفاق. التونسي يحب يعرف وين ماشي، إلى أين تسير تونس، وبالتالي نحن في حاجة إلى أن نتفق على المسار من هنا ل 23 أكتوبر على شنو باش نصوتوا، ثم بعد 23 أكتوبر ندخل في صلب الموضوع
كيف سيشتغل المجلس التأسيسي. خاطر اليوم عملنا كان ملامسة الموضوع، المجلس التأسيسي كيفاش باش كيفاش باش يصوغ الدستور، كيفاش باش يقوم بأدواره الأخرى، يلزم يعمل نظام داخلي حتى يعرف كيفاش باش يشتغل ويأمن العمل، شنو هي المدة إلى آخره. هي المسائل هذه كلنا أعتقد في حاجة إلى أن نناقشها اليوم قبل أن نسير إلى الحملة الانتخابية. ونرجع لك الحملة الانتخابية، وانت قلت الحملة الانتخابية ما هياش كرنفال وبهرج، بالحق بالفعل أنا معك في هذا، لكن نتمنى أيضا من الأحزاب السياسية أنه فيما بعد الحملات الانتخابية وهذا الزخم الكبير من التنقلات بين الجهات واللقاءات بالمواطنين أنها تواصل العمل بهذه الطريقة حتى تبقى دائما بعلاقة متواصلة ودائمة مع المواطن. مش تواصل، تكثف أيضا، لأنه عودتنا الأحزاب في أو بعض الأحزاب أنها تعمل المحطة الانتخابية المعينة ثم تغيب وتنسحب. أخي عما تتحدث، هل تتحدث عن العهد البائد؟ كنا أي خطأ عودتنا الأحزاب أنها، أنا كنت نشارك في الحملات، كنت نشارك في الانتخابات، لكن أشارك للطعن في كل مرة. كان الحزب الديمقراطي التقدمي يدخل في الانتخابات في 26 دائرة، لكن للطعن. الآن ندخل للانتخابات من أجل تغيير تونس، من أجل تونس جديدة، من أجل وضع الأسس من أجل مشاركة حقيقية للمواطن. وبالتالي لم نتعود كلنا، حتى واحد فينا ما تعود على الانتخابات. الآن احنا والتوانسة ندخلوا في مرحلة جديدة وباش نبنيو تونس جديدة إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله. شكرا ميا جريبي. في 30 ثانية. الاستفتاء هو وسيلة لتشريك الشعب في نقطة مهمة، بل يمكن أن تكون أساسية لإنجاح المسار القادم. هي عنصر من عناصر إنجاح المسار القادم. شروط إنجاح الاستفتاء هو الوضوح، هو طرح السؤال الواضح حتى يتمكن الشعب من الإجابة الواضحة. واضحة. ميا جريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي.